بارد في الصيف وهواء دافي في الشتاء. في الشتاء. انت عارفه في نيويورك بيدفوا نفسهم في الشارع، بس مش بيولعوا حاجه يعني كده، لا ده بيقعدوا قدام الفنادق. بيعملوا بيطلع الهواء السخن اللي جاي من الفنادق فبيقعدوا يتدفوا. فهي دي نظريه. النافوره دي كمان يمكن بتتميز بشكل جميل، يعني كمان مضيئه وبدون كشافات، فاشرح لي الموضوع ده. الميه اللي طالعه منها مضيئه. طبعا احد المشاهدين دلوقتي يقول لي طب ايه يعني، طب ما احنا بنحط كشافات. لا ده احنا لغينا الكشافات دي. الكشافات اللي هي الناس اللي عندها فكره عن النافورات. في بعض النافورات في الميادين بيكون تحت محطوط كشافات خضراء وحمراء علشان تطلع الكشافات دي لما شكلها جميل ومضيئه يعني. لما بتعطل او بيحصل لها كسر ولا كده الدنيا كلها بتتكهرب، الماء كلها بتتكهرب يعني. والناس اللي بتنزل تستحمى في النافوره طبعا بيموتوا. على فكره نظريه الاستحمام في النافوره دي عالميه يعني. في اوروبا كلها الناس وناس كبار. انت حليت المشكله دي ازاي؟ لا هو في جهاز معين بيطلع لون للميه زي ما انت عايزه، في كنترول ليه. خد بالك. وبيطلع بشفافيه مش زي الاجهزه الثانيه. في اجهزه ثانيه بتعمل نفس الطريقه بس بطريقه مختلفه عن دي. ده بيطلع يعني لو الميه دي نازله من هنا لهنا وانت معديه ما تحسيش ان دي ميه. ممكن تتخيلي ان دي مثلا حديده متنيه كده، لكن هي بطريقه معينه. تاني حاجه بقى او تالت حاجه، تعالي نحسبها تجاريا. يعني انت لو مستثمره ممكن تستثمري النافوره دي ازاي؟ غير ان هي بيئيه وشكل جمالي، انا ممكن اعمل عليها دعايه بطريقه جامده جدا. ان انا اعرض عليها منتج بس مش زي المنتج العادي اللي بيتحط كده الشكل الاعلاني المعروف زي النافورات العاديه. لا 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 ده شكل يعني ايه، مستحدث بالميه. لا بيعمل عرض موفي بطريقه معينه وبالليزر. اذا حضرتك لو صاحبه شركه كذا كذا كذا، انا ممكن اقول لك انا هعمل لك اعلان هنا على النافوره دي، والنافوره ديت هتعمل جذب للي ماشي في الشارع عالي جدا. يعني انا ابقى ماشي بالعربيه ولازم هيلفت نظري الاعلان ده، فالاعلان ده هيبقى اغلى من الاعلان اللي محطوط فوق كوبري 6 اكتوبر اللي بالافات او معدي دلوقتي المليون كمان. يعني هي كلها اختراعات جميله نتمنى ان احنا نشوفها يعني طي تنفيذ في البيوت المصريه وفي الشوارع المصريه والميادين المصريه قريبا ان شاء الله. هو في ظل اللي احنا فيه انت مش هتشوفيها حاجه. لا ان شاء الله هنشوفها قريب باذن الله. وبعدين مش هي دي الاختراعات الدسمه يعني. انا عندي اختراعات بس اختراعات برضو بتفيد المجتمع يعني. والله اتمنى ان المجتمع يطلبها. ما فيش حد طلبها لان انا رحت في احد الوزارات، مش هقول هي بس عشان ما يبقاش بس هي يمكن الاختراعات دي محتاجه اكتر مستثمر او رجل اعمال عشان الوزاره تهتم. ربما لازم يكون فيها يعني فايده مال للشعب او فايده مال للوزاره، لكن هي ربما ليها جانب تجاري الى حد ما. مش كل واحد مصري ممكن يحط واحد يعني اختراع زي ده في بيته مثلا. هي عنده ايه خاف عليه علشان يحط اختراع زي ده؟ اولاده خاف عليهم. ما هو بقى ما عندوش بيسين علشان يسحب الميه وما عندوش هيخطفوا ابنه ويطلبوا فديه مثلا اي حاجه. ما عندوش كل الحاجات دي. وبعدين حضرتك من كلامك كده معناه ان المفروض رجال الاعمال هم اللي يتبنوا الموضوع، او هم عليهم جانب هام من تبني مش رجال الاعمال بس والدوله كمان. والدوله كمان. حضرتك ازاي؟ هقول لك بس يعني قصه بسيطه جدا. كان في شركه مش هقول لك اسمها، كانت في امريكا عملت رادار صغير كده بيتحط في العربيات. لو انت مشيتي بسرعه الرادار ما يكشفكيش. هو موجود وبيوباع فعلا. ما انا هقول لك ايه اللي حصل. الحكومه الامريكيه رفعت قضيه على الشركه دي، وده شيء بديهي. كان رد القاضي اللي ذكي جدا، انا بصنفه ان هو ذكي جدا، كان رده ايه؟ قال لهم انا برفض الدعوه القضائيه اللي انتوا رافعينها على الشركه. على الدوله انها تخترع جهاز، على الدوله ان هي تعمل مركز ابحاث. ده كان بيخاطب الداخليه، قال لهم على الداخليه ان هي تعمل مركز ابحاث وجهاز ضد الجهاز بتاعهم يطوروا الرادار بتاعهم. وطبعا وانتشر. في النهايه احنا بنشكرك على هذا اللقاء واهلا بيك معانا دايما في ثقافيه كافيه. ومشاهدينا هنخرج لفاصل قصير جدا ويعود بعد ذلك الزميل عبد الله يسري والمزيد من الحوارات. كونوا معنا.